في لقاء وزير الخارجية المصرية بالممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كان الحديث عن عدة موضوعات، منها يعني التطورات الإقليمية والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. ولكن ما لفت النظر هو يعني الحديث عن ما تعانيه مصر من نتيجة وجود اللاجئين والمهاجرين في مصر. وكانت هناك حزمة مساعدات أوروبية تحدث فيها الوزير عن الحزمة الثانية من المساعدات الأوروبية لمصر، وهي يعني عبارة عن 4 مليارات دولار. هذه الحزمة طبعا واضح من الكلام ومن المناقشات إن هي يعني تحمل أعباء مصر تجاه اللاجئين والمهاجرين. معنى كده إن إحنا مستمرين في تحمل هذه الأعباء. يعني هي مصر ما يعني إيه اللي يجبرها إن هي تتحمل هذه الأعباء، والدول اللي حواليها اللي هي الدول اللاجئين اللي هم موجودين في مصر آمنة في الوقت